السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نكمل معكم التتمه ديال الدرس الثاني ديال الطرز. ان شاء الله غادي نوريكم هاد الوريضات اللي صايبت من هنايا. هانتوما كي كتشوفوهم كي كيجيو، كاين هاد الموديل وكاين هذا، يعني هذا من ناحية هاد الوريضة الصغيرة، اما في الوريقات راه بحال وفي الحجم كاينه هذه كبيره وهذه صغيره شويه وهذه صغر منها، يعني كبر منها شويه. المهم دابا غادي نوريكم هذا الموديل هو اللي غنوريكم، يعني الطريقه كيفاش غادي نخدموه. هاد الزويقات اللي كيكونوا الوسط ان شاء الله. اول حاجه كنجيبو ستيلو ديالنا وكنرسمو. اشنو كنرسمو دابا ان شاء الله؟ غادي نوريكم كي كترسموا. ومثلا كانت عندكم شي وريضه هكا كتطبعوها، يعني كي كتطبعوها في الثوب ان شاء الله. دابا غادي نرسم لكم غير عادي، يعني عشوائي، وريضه عاديه. كنديروا دائره صغيره بحال هكا كتشوفوا. كنحاولوا اننا نديروا فيها 5 ديال العوينات اولا الوريقات. نتوما كيف كتشوفوا هاو فوقهم باش يبانو مزيان، هي على هاد الشكل. وهاد الورقه كنجيبها كنحطها، يا نحطها في هاد الجنب يا في هذا اللي بغيت. المهم مثلا غادي نحطها في هاد الجنب وغادي ندير ليها هاد الوسط اللي كيخلي ليا العبار انني يكون عندي بحال شكل ورقه كي كتلاحظوا معايا. هانتوما بحال هكا. نعاود معكم واحده اخرى، يعني كبر منها شوي. كنديروا دائره، كنعاودوا 1 2 3 4 5 وكنحاولوا نقادو بحال هكا. وتنحلوا ليها واحد الورقه هنا على هذا الشكل وتنرسموا ليها الوسط. هانتوما. ودابا غادي نوريكم ان شاء الله هاد الطريقه، اسهل طريقه. يعني دابا كنبدا معكم بشي حاجات اللي ساهلين، هذوك الساهلين كاع في الطرز. هذه كنت درتها لكم في الدرس الاول، وديك السيده اللي طلبتني اللي قالت لي ديري لينا راه محتاجين، انا اختي راه سمحي لي وصافي. ان شاء الله كل خطره غادي نتبع معاك ان شاء الله، وغادي نلوح لكم يعني جميع هذوك ان شاء الله اللي كنعرف ليهم. يعني دابا كنهضر مع المبتدئات، خلي على الناس تبارك الله ما شاء الله اللي كيكونوا يعني عندهم تبارك الله افكار زوينه وعندهم رشامي زوينين وديما كيخترعوا الجديد. وان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الوريضه هادي راه واحد القفيطين ديالي تاع الدار. هانتوما كتشوفوا هذا حدا الصدر رسمتها وصايبتها بهذه الطريقه، هاد البريد بنوريه لكم ان شاء الله. هذه دابا اللي درت هنا راه نفسها. دابا مع هذه تصلحات شويه، صلحتها شويه باقي ما تصلحاتش مزيان، وهذه باقي ما مصلوحاش، داك هو الفرق. وان شاء الله غادي نكمل معكم ان شاء الله السلسله ديال هكا الطراز اللي كنعرف ان شاء الله. وكنتمنى ان شاء الله كلشي يستافد وكلشي يتعلم على بركه الله. غادي نبدا نوريكم. هذه اول حاجه عندنا الخيط كيف قلنا في الدرس الاول، خيط مبروم مزيان، مبروم مزيان على 4 الشعرات. وغادي نبدا البراد ديال 5. وغادي نبدا بسم الله. غادي نضرب ضريبه هنايا في الجنب، وغادي ندير الخيط ديالي هادي، وغادي نجيب ديما كنخدمو بجوج الصبعان.
يعني واحد الصباح هانتوما كتشوفوا من تحت وواحد من الفوق. على بركه الله غنبدا معكم شويه باش تستافدوا مزيان. هانتوما غادي نبدا من هنايا. هذا الخويط ديما كيبقى الفوق، هذا كندور عليه الخيط هكا، كندور الخيط على البرا وكنتبع الرسمه ديالي ديال الستيلو. كنبقى مركزه مع الرسم اللي رسمت، ما غاديش نخلي يعني الرسم الفوق وما غاديش نخليه لتحت، يعني غادي ندرج الرسمه ديالي نفس الطريقه اللي درنا هذا. وانتم كنحاول انني ندير بشويه باش يبان لكم، يعني كنتبع الرسمه هكا وتنهبط معاها شويه بشويه. هانتوما كي كتلاحظوا انا كملت هنايا، غادي نحاول نهبط للجنب باش يكون عندي يعني جهه تبان لي الجهه ديالي هكا على شكل دائره. هنا غادي نصغر ونعاود ثاني نطلع ونكبر، يعني ثاني بنفس الطريقه وغادي نطلع. كنظن انها واضحه. المهم هانتوما هذا الخويط ديما كنخليه الفوق، كنخليه حدايا، يعني كيكون تحت حتى تكون البره تحت منه او تنستمر هكا نفس الطريقه. كنهبط كنبقى ندور في المرمى ديالي بهذه الطريقه وكنتبع الرسمه. سهله، اي واحد يقدر يصايبها، يعني حتى الوليدات الصغار نقدروا مثلا نعطوهم يتعلموا هكا الطرز ساهل. نقدروا مثلا نكتبوا شي حرف ونطرزوه بهذه الطريقه، ولا نكتبوا شي سميه في المخده. ان شاء الله دابا نشاركها معكم ان شاء الله شي فيديو غادي نشاركو معكم هكا مخدات صغار ونكتبوا فيهم السمايه، وان شاء الله نوريكم كيفاش كنطبعوا فيها السميه ونطرزوها. انا غنستمر بهذه الطريقه تنكمل ومن بعد نرجع معكم نوريكم كيفاش كنخدموا الوسط. وهذا راه فايت ليا خدمته معكم ونعاود نبداه معكم وان شاء الله نكمل معكم التتمه. هانتوما بعد ما ساليتها وصلتها لهنايا، نتوما هذا الخيط كيفاش غادي نسالي، يعني هادو هما التقنيات خاصنا نكونوا عارفينهم. يعني كيفاش غنسالي، غادي نهبط هنايا غادي نرجع. شنو غادي ندير؟ خاصني نثبت هاد الوريده ديالي باش ما تحلش. كندير واحد جوج كنزيرها مزيان وكنجي لهاد مثلا الا كنا غادي نديروا هاد الورقه بهاد الخيط بهذا النيت باش دايرها انا، يعني كنجيو كنستعملوا نفس الخيط، كنجيب نيشان كنجي كنديرو هنايا. كنا غادي نديرو شي لون اخر كنحيدوه وكنبداو. انا غادي نحاول انني نخدموا لكم بهذا الغوز باش يبان زوين وتشوفوا الشكل كي كيكون. بقاو معايا. هانتوما الخيط غادي نبداه نفس الطريقه اللي كنت وريتكم الدرس الاول. كنديرو بحال هكا، كندخلوه في هاد السرنيفه ديالو هكا. ديما كي قلت لكم الا كنا مثلا كنخدموا في شي توب ديال الحريره ولا شي توب ديال هذا، ديما نزيرو حتى كيكون هادي ديال المرمى ديالنا كتسمع.
الا كان مكمش راه غيولي عندنا الطرز مكمش، ديما كنزيد. صافي كنبدا نعاود نذكركم بالطريقه ديال الوريق. اولا 6 على حسب تعمروها على حسب الوريضه، حيت انا راسمه عشوائي، يعني ما رسمتش تقريبا داكشي مضبوط بحال هادوك، ولا كاينه وحده كبيره كاينه وحده صغيره. ملي تنرسمو بابي كربون ونرسمو الوريضه ديالنا باش كتعطينا نفس القياس، تما فين كيتقادوا المسائل ديالنا كنحسبوا بالحساب.
هانتوما عندنا 5، غادي نزيد وحده الوسط باش تبان ليا مزيانه. 1 2 3 4 وكنديرها الوسط. كي قلت لكم ديما تنحاولوا اننا نجبدوا. هانتوما كي كتشوفوا كتجي فنه واعره. غادي نوريكم دابا شنو غادي ندير الخيط منين ساليت. غادي نعاود نثبتو في هاد الجناب ديال هاد الورده ديالي. غادي نثبتو 2 مرات 3 4 باش كتبقى ليا الورده ديالي صحيحه. حتى ملي كتصبر مع الصابون اولا مع المصلوح ما تتحركش، كتبقى ثابته في بلاصتها وما كتخسرش ليا، كتبقى تدوم ليا مده طويله. هانتوما غادي نثبت العقادي ديالي بحال هاد الطريقه وغادي نقطع بالمقص، وكتبقى ليا الخدمه ديالي مفينيه من التحت ومن الفوق. هانتوما كيف كتشوفوا الخدمه مفينيه دابا، حيت هاد الحرير ملي كيتصلح كيعاود يتثبت مزيان. وهذه هي الطريقه. كنتمنى انكم تجربوها، وان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نوريكم هاد الطريقه. دابا اكتفيت بهذه اللي سهله لانها نبدا لكم داكشي اللي ساهل باش ما تملوش، وان شاء الله تعلموا. وشكرا بزاف على المتابعه، تنتمنى لكم التوفيق والله يعاونكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.